مكان اللي ما لازم تشوفه بعينك. كوريا الشمالية بيقولوا في قصر رمادي، ولد طفل ما كان يعرف العالم، ما كان يعرف الشمس إلا من نوافذ عالية ومغفلة. هالطفل كانوا يدربوه كل يوم يبتسم بطريقة معينة، يوقف بطريقة معينة، يحكي كلمات محددة. بعد سنين الطفل صار رجل اسمه كيم جونغ أون. تخيل حياتك كلها ما بتعرف الحقيقة من الكذب. بعد مو بس قصة كيم، هاد قصة الشعب كله. اليوم رح نفتح باب لدولة ما لازم تشوفها بعينك، كوريا الشمالية. بنشوف فيديوهات استعراضات عسكرية، جنود بخطوة واحدة، ناس بتصفق بعيون دامعة، شوارع نظيفة، وصور للزعيم بكل زاوية. بس جوا ما حدا بيعرف، ما حدا مسموح يحكي. في كوريا الشمالية الحقيقة مو كلمة، الحقيقة إذا فكرت فيها بصوت عالي ممكن تختفي انت قبل صوتك. أول ما تدعس رجلك على أرضها بتحس بشي مش طبيعي. كاميرات بكل مكان، ابتسامات مزيفة، كأنه كل شي مسرحية، كأنك داخل مسرحية. حتى الفندق اللي بتنام فيه مو فندق، هو غرفة مراقبة، كل حركة محسوبة، كل نفس مراقب. هون بتفهم انك مش سائح، انت شاهد على عالم ما لازم تشوفه. أكثر شي بيخوف في كوريا الشمالية مش السلاح، مش السلاح النووي ولا الجنود. الشيء اللي بيخوف هو الصمت. الصمت. شارع كامل ما في ولا صوت سيارة، ما في ولا ضحكة ولا صوت موسيقى. الناس تمشي بخط مستقيم، ما حدا يتطالع بعين التاني، كأنك داخل مسرحية. كل ممثل خايف يغلط بجملة واحدة، لأنه هديك الجملة رح تكون نهايته. هونيك حتى الهواء بيحس فيك، حتى السكوت مراقب. تخيل إنك تولد وما تشوف غير قناة واحدة، تلفزيون واحد، أغنية واحدة، نفس الأخبار، نفس الصور، صور الزعيم. تتزوج وتعيش وتموت، ما تعرف شو شكل العالم من برا، ما تعرف إنه في حياة غير هالحياة. هناك ما في كلمة اسمها أنا، كل شي يبدأ بكلمة نحن والزعيم وفقط. في كوريا الشمالية انت أفكارك مش ملكك. الخوف هناك مو شعور، الخوف هناك هو نظام تنفس. تصحى، بتنام، تضحك، كل شي بإذن. كل شخص عارف انه ابتسامة تحدد اذا رح ينام ببيته الليلة او يختفي. تخيل بلد كامل ما بيقدر يحلم، حتى الحلم هناك مراقب. الصور اللي بنشوفها مو كذب، بس مو حقيقة كاملة. كوريا الشمالية موجودة، بس البلد اللي شايفينه مو نفسه اللي عايشينه الناس. والأصعب إنك إذا عشت يوم واحد هناك رح تفهم قديش الحرية اللي عندك مو هدية بل معجزة. في أماكن بالعالم لازم تضل أسرار. كوريا الشمالية مو مجرد دولة، هي مرآة بتفرجيك شو بيصير إذا انمسح صوت الإنسان.
إذا بتفكر الحرية إشي طبيعي، جرب تتخيل يوم واحد هناك. يمكن وقتها رح تقدر النفس اللي عم تاخده هلأ.